سلام حبيبتي، مرحبا بكم معايا في مطبخ وتدابير سميرة. الزول في اللون يسمى ايثما سليمان ونغوري على شانينو كويزين يا استوس سميرة. كيما راكم تشوفوا احبائي، حضرت هاد الرولي ولا هاد الكاتو باش نودع به العام الماضي ونرحب بالعام هذا الجديد. ان شاء الله يكون فاتحة خير علينا على كل واحد فينا. ان شاء الله يعني كل الحوايج اللي مش ملاح يروحوا علينا، كيما المرض هذا اللي دار حاله. كل واحد ما كانش فينا اللي فقد، ما كانش فينا واحد اللي ما فقدش احد من اعضاء عائلته. هذا المرض اللي دار فينا حاله، وكذلك لا كريز ايكونوميك اللي رانا نجوزو فيها كل واحد فينا باسمه. ان شاء الله نتمنى لكل واحد فينا يدير الحوصله تاع العام اللي فات وهكذاك باش يقدر يكمل للعام الجاي، يدير رغباته واش حقق واش اللي مازال ما حققش، هكذاك باش كل واحد فينا يحقق كامل امنياته. فضلا وليس امرا احبائي، للتحق بالقناه تاعي ما عليه غير يفعل زر الجرس ويشترك في القناه، هكذاك باش يوصلوا اي جديد. كذلك ما تنسونيش في لي جيم ولي كومونتير والبارطاج بين صحابكم وحبابكم، هكذاك باش تعم الفايده. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، راني نحضر في الكريمه تاعي لا كريم باتيسير ديالي اللي درت فيها 3 مغارف سكر، 3 مغارف نشا، حبيبه بيض، ونص ريتله تاع الحليب. درتهم على النار حتى تكون لي. شوفوا هنايا بعد ما جات لي الكريمه تاعي حسيتها جات لي ثقيله. ضفت عليها شويه تاع الماء السخون وضربت، وهكذاك بعدها ضفت مباشره شويه تاع الزبده اللي كانت بقات لي مع لاجينواز دي، شويه تاع لافاني. تقدروا ديروا بودره، تقدروا ديروا كيما انا. هاي ليك لا كريم ديالي. بعد ما نديرها حطيتها فوق الطبسي وفيلميتها او كونتاكت، هكذاك باش ما تتكون ليش القشره هذه كي نروح نخدمها. هنا احبائي بديت في الجينواز ديالي. تعمدت باش خليت هاد اللقطه وين راني نحي في البياض هذاك مليح تاع البيضه، باسكو هو اللي رايح يساعدني مليح باش البيض تاعي يطلع لي وما يهبطليش. كما تشوفوا راني خدمت 5 بيضات كاملين، درتهم كاملين ما فصلتش الصفار والبياض. ومن بعد ضفت عليهم 5 مغارف تاع السكر. مباشرة نرفد الباتور ديالي، نبدا نخلط حوالي نخليه يعني انا الطبسي هذا تاعي يساعدني بزاف في الخدمه. نخدم كي راني نخدم بالبيتخا، ما يطيح ليهش كامل الباتور ديالي. شكون اللي كيما انا خليه يضرب حتى يتضاعف، واللون تاع البيض هذاك يتبدل اللون تاعو، يولي لون فاتح جدا كيما راكو تشوفوا. بعدها مباشرة كي ندير رقم 8 يخرج لي. بعدها مباشرة انا كنت ذوبت شوية تاع الزبدة وخليتها تبرد. ندير الباتور تاعي الى اقل درجة ممكنة ونخليه يضرب هكذاك حوالي ثواني. قيس ما ندير برك 5 مغارف تاعي تاع الزبده. وعلاش درت الزبده في هذه الوصفه حبيباتي؟ الزبده هي اللي تخلي لي الكيك تاعي ولا لاجينواز ديالي كي نروح نروليها ما تشققش يعني تساعدني مليح كي نروح باش نروليها. كيما شفتوا راني كنت خدمت الفارينة، خلطت الفارينة مع الخميرة. كذلك عندي 5 مغارف تاع بيان سور كانوا مغربلين من الاول، زدت عاودت غربلتهم. كذلك ضفت عليهم 2 معالق تاع الكاكاو البني المليح. نسيت كذلك ما درت شويه تاع الفانيليا، راني زدتها وراني ندير في لاجينواز ديالي نخلطها هكذاك باش يتخلطوا لي كامل المقادير، باش يجيوني كامل متساويين ومتجانسين. الخليط تاعي ما يجينيش زعما بزاف ثقيل، لا يجيني شويه خفيف. اذا حبيتوا هنا ضيفوا 2 ملاعق ماء بارد من الحنفيه عادي يعني
معليش راح يساعدكم باش لاجينواز ديالكم تجي تترولى خفافي. بعدها رايح ندير كامل العجينه ديالي فوق البلا. هاد البلا يرفد لي 30 على 40 سنتيمتر هكذاك. نسويه كامل فوق البلا ديالي، بعد ما نكمل التسويه تاعو ندير ونخبطو هكذا فوق لو بلون طرافاي تاعي باش يتهوالي كامل ويجيني نفس الاستقامه. شوفوا الرولي تاعي بعد ما حطيته في النار 10 دقائق على الاقل. شوفوا كيفاش درت. انا كنت حضرت شويه تاع السيرو باسكو انا حبيت نشربه باش يجيني هكذاك، باسكو دايراتو زعما تمتم ناكلو نديرو اليوم وناكلو اليوم. جوست خليته برد لي برك. بديت نشرب به السيرو تاعي. درت نص كاس تاع سكر، كاس ماء، نخليه يغلي واحد 5 دقائق برك، نطفي عليه ونخليه يبرد على جيه. انا دايما نحضر ونخليه في الفريجيدير. نشرب كامل الكيكه ديالي ونروح لا كريم ديالي باش نطلعها. كما شفتوا راهي لا كريم باتيسيير تاعي خلاص جمدت. ضفت عليها 3 ملاعق تاع لا كريم شونتيي ونخليه يضرب كذلك. نضربه حتى يطلع لي مليح ويبيض الخليط ديالي مليح. باسكو لا جينواز تاعي درتها شوكولا، لا كريم حبيت نديرها باش تجيني نواغ اي بلون. يعني لا كريم خرجت ولا اروع. ضفت ليها برك شويه تاع لا غون فاني برك خرج لي يعني شهيتكم في الجنه ان شاء الله اللي توحموا وخلي جو دير لا جينواز تاعي بعد ما شربتها وخليتها ران جو تالي كاشوفوا لا كريم كيفاش شاده روحها. الله يبارك يعني جامي واقيل ريوسيت اون كريم كيما هذه. رايحه نطاليها كامل ساير داير في المسكوتشو تاعي ولا في لا جينواز ديالي. ندير اون كوش تكون متساويه وما لازمش يعني نروح نسقمها مليح وكذا باسكو رايحه نروليها. نديرها متساويه ونديرها شويه خشينه باش يجي الغولي ديالي يجيني شباب. بعد ما كملت كامل لا كريم ديالي في لا جينواز تاعي نروح نروليها بالعقل. انا قبل ما نحط لا جينواز حطيت عليه هذا البابي فيلم باش يساعدني كي نرولي الغولي ديالي ونسيري او ميم طون. جو رول اي جو سير او ميم طون باش هكذاك ما يتحليش الغولي ديالي وما يكونش فيه فراغات في الصوره. ومن بعد نخليه هكذاك بضع ثواني برك ونروح نقطع باسكو الغولي تاعي جاني بزاف كبير. شوفوا كيفاش خرج لي شباب يعني شباب يهبل. فوالا شوفوا روعه. ومن بعد بنفس الكريمه نيطالي جو ايطالي لا كريم عشوائيا. نديرها كامل ساير داير ميم في الكوتي. قالوا لي على اعطينا الوصفه في الجروب تاعي فيسبوك ولا في الكونت تاعي فيسبوك. عذرا درتها لي بيا الميكرو خدمها بيا باش نخدمها رابيدمون ما قدرتش لا غالب. بصح راني نزلتها لكم في اقرب وقت ممكن باش هكذاك تقدروا ديروها في الناير اللي قالوا لي عليه. مليح فالمليح حاجه سكر حاجه حلاوه دايما مليحه للمناسبات تاعنا والافراح تاعنا. حطيت الشوكولا، ذوبت شويه تاع الشوكولا. انا درت شوكولا دادا بدون اي اضافات. ضفت لها برك شويه تاع الزيت. فينالمون لو كان ما ضفت لهاش خير. حطيتها في البلون طرافاي ونديرها بلا سباتو بالغراتوار هدايا حتى نتحصل على سي دي تروك كونكاسي هكذايا باش نزين به لا طاقت تاعي وتجيني زعما تزيين بسيط الى ابعد حد ممكن. الى ابعد التزيين البسيط ديالي نحطها فوق طبق التقديم تاعي. ومن بعد مباشره نضيف عليها ندير شويه دي غوزاس هكذاك بلا ميم كريم اللي كنت خدمتها في لابوشادوي. نكملها كامل ندير يعني
دي غوزاس عشوائيه، ما نديرش زعما هكذا حاجه سبيسيال ولا، باسكو التزيين تاعي هو الشوكولا هذاك الملفوق، ومن بعد زينتها بلي بيبيت تاع الشوكولا لي غوزاس كامل هادوك، باش ندير ان غابيل شوكولا اي لا فاني هذيك اللي كنت خدمتها. نتمنى هاد لا فيديو نالت اعجابكم ورضاكم، ونتمنى لكل واحد عام سعيد وعمر مديد، وإن شاء الله هذا العام يكون فاتحة خير علينا أجمعين. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. فضلا وليس أمرا أحبائي، الكل ملتحق بالقناة ما عليه غير يشترك في القناة ويفعل زر الجرس اللي فيه توت باش يجي كل جديد إن شاء الله. وما تنسونيش في لي جيم ولي كومنتير هكذاك باش تكبر عائلتي. سلام أحبائي، إلى وصفة أخرى.